الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده مباركا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم واغفر لمن حضر جمعتنا هذه ولوالديه، وافتح يا ربنا للموعظة قلبه وأذنيه. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كماله فالكل دون الله إن حققته عدم عن التفصيل والإجمال. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النشائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ورضي الله عن سادات ديننا وأكابر أئمتنا بالحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، كان موضوعنا في الخطبة الماضية أيها الأخوة هو الحديث الذي يعتبر علم من أعلام النبوة المحمدية، وهو المعجزة، والذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. إذن فما هي الرويبضة، وما حقيقتها، وما علاقتها بآخر الزمان؟ هذا هو موضوعنا معكم اليوم. الرويبضة اسم مشتق من كلمة رابض، نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم استصغارا واستحقارا لصنف من الناس الذين لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا رأي لهم ولا هدف لهم ولا ثوابت شرعية أو دينية. وما معناه؟ سيأتي زمان سيصبح فيه هذا الرويبض له وزن ثقيل وكلمة مسموعة ورأي واستشارة، وربما يحكم ويتصدر المشاهد ويؤتمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زمان همش فيه العلماء والصالحين وتصدر فيه الجهلاء الأميين، زمان أسكتوا فيه أهل العلم والحق وتكلم فيه أهل الفجور والعصيان والمنافقين، زمان أصبحت فيه الولاية في بعض الأماكن للتافهين. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنبأ بهذه الأمور هو لا يعلم الغيب، ولكن اطلعه ربه على أمور تحدث في آخر الزمان. أعرابي ينادي ويقول: يا رسول الله متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وما علامة ضياعها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يوشد الأمر إلى غير أهله. الله أكبر. فبالله عليكم، ألسنا نحن اليوم في زمن ضيعت فيه الأمانات وأسند فيه الأمر لغير أهله؟ زمن تصدرت فيه الرويبضة ونطقت بأمور البلاد والعباد، رويبضة تافهة جاهلة بالكتاب والسنة، حتى أن وصل الحد إلى أنهم يتطاولون على أهل العلم والعلماء، وما سلم منهم حتى الإمام النووي ولا البخاري ولا مسلم ولا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بل نفثوا سمومهم حتى على الله رب العالمين. الرويبضة
هو الذي قال فيه الشاعر: لو صف النعال في وجهه لقال النعال في أي وجه تريدني أن أضربه. رويبضات يتكلمون بأمور الدين وهم لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة ولا يحسنون الوضوء، ويشككون في ثوابت الشريعة والدين، ويطعنون بالقرآن والسنة، والأعلام يصورهم، والمسجلات تسجلهم، والناشرين ينشرون، والمصفقين يصفقون، والمطبلون يطبلون، والناعقون ينعقون. إنه الرويبضة أيها الأخوة الذي لا يعرفون من الدين إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، يهرفون بما لا يعرفون، وللفتوى تراهم متصدرين يفتون بما لا يعرفون. واسمعوا أيها الأخوة، بينما الصحابة رضي الله عنهم هم خارجين في سرية إذ أصيب رجل برأسه والجرح عميق، وقد احتلم في منامه وأصبح جنب، فبدأ يبحث عن فتوى بعدم الاغتسال خوفا من دخول الماء إلى داخل رأسه فيموت. فقال الصحابة: ما نجد والله لك من فتوى بعدم اغتسالك. فقام واغتسل، فدخل الماء إلى رأسه فمات في لحظتها. ولما وصل خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا سألتم قتلتموه؟ نعم أيها الإخوة، هذا ما نعانيه اليوم عندنا عندما يتصدر المشهد بعض الرويبضات للفتوى وللأمور العامة. فلا يجب علينا أن نأخذ ديننا منهم ولا من محطات التواصل الاجتماعي، ولو أعجبكم فيها كلام الشيخ الفلاني، وإنما يجب علينا تنقيح كلامهم من أهل العلم في مدينتنا هذه بالذات. فلدينا شيوخ وعلماء متصدرين للفتوى، وقد وجهنا الله لهم عندما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذا، وبارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم وسنة النبي الكريم. ادعوا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دقيقتنا الفقهية اليوم أيها الأخوة هي: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها سيدنا إبراهيم لما قذفوه في النار، فجعل الله النار بردا وسلاما عليه، وهم ينظرون إليه متعجبين، حتى قال أبوه آزر: نعم الرب ربك يا إبراهيم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة بصير. اللهم إنا نسألك سوريا وغزة والسودان وبلاد المسلمين، اللهم اجعل لنا ولهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. ارفع ما أحل بنا وبهم يا قوي ويا عزيز. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.